اهلا بكم يا ابطال. النهارده معانا الحلقه السادسه من الموسم الثاني من انمي كايجو رقم 8، والحلقه ممتعه جدا وفيها تفاصيل مهمه جدا للقصه واكيد هتعجبكم. المهم عشان ما اطولش عليكم يلا نبدا. والحلقه بتبدا باخر مشهد من الحلقه السابقه لما بنشوف دماغ كايجو رقم 10، ورغم انه في الحاله دي الا انه بيظهر طاقه قويه جدا، والرقيب هوشنا بيقول له اخيرا صحيت، وبيطلق صياح قوي. فالرقيب بيقول له اعملها تاني وهقتلك، وبيسأله عن كايجو رقم 9 انت تعرف حاجة عنه؟ فبيقول له اكيد ده هو اللي خلقني. فالكل بيتفاجأ، وكايجو رقم 10 بيطلب من الرقيب انه يخرجه من هنا ويقاتله. فالرقيب بيقول له ما ينفعش. فبيقول له مش قصدي كده، اقصد ان في تقنية عندكم تقدر تحولني لسلاح. انا عايزك تحولني لسلاح وتستخدمني. والكل بيحذر لانه خطر تحول كايجو ذكي وخطير لسلاح. وكمان بيقول قتالك معايا كان ممتع زي الحلم وانت كمان استمتعت. فالرقيب بيقول له لحظة وراجع لك، وبيطلع بره وبيفكر في الحكاية، وبيقول في سره هو قوي جدا ولكن احنا محتاجينه. وبيقول للنقيب مينا انه هيوافق، فبتقول له براحتك القرار ليك. وبيرجع وبيدخل تاني وبيقول لكايجو رقم 10 تحدث. فكايجو بيرد عليه احنا كده متفقين. فالنقيب بيقول له لكن لازم تعرف اني انا المسيطر.